عليكم ورحمة آل البيت وبركاته. ذكرنا في الحلقات السابقة أفضال آل البيت وما إلى آل البيت، وهذه الحلقة سنخصصها على من تعسر عليه شيء ولم يدركه. فأنت إذا جاءت لك مشكلة فتبرك بآل البيت، اذكر آل البيت عند أي مشكلة، قل يا حسين، قل يا علي، قل يا فاطمة، قل يا آل البيت، قل يا آل الكساء، قل يا خمسة، قل يا ستة. لا تجعل نفسك مسخرة وبابا للشيطان حتى يدخل فيك. يجب عليك أن تؤمن بقدرة آل البيت على فك كل مشكلة وعلى حلها. نعم، آل البيت ما فرق بينهم وبين أرحم الراحمين شيء، إلا أنهم مخلوقين كما ذكرنا. الفرق فقط هذا. فإذا سألت الله اسأله بآل البيت، اسأل فاطمة، اسأل الحسين. نعم، ما في فرق إذا سألت الله أو سألت فاطمة أو سألت، ما في فرق.